ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده عايزه اعلمك ازاي تحطي الطريقه الصح للبرفيوم وازاي تخزنيه اطول فتره ممكنه بحيث ان هو يفضل الريحه بتاعته زي ما هي لمده سنين قدام من غير ما يتغير. وكمان عايزه اقول لك انواع البرفيومز الحلوه اللي انا بحب استخدمها، والناس اول ما تشوفني انا عليا فيديو بلوجر بعمل فيديوهات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، فعايز تنضمي لينا بليز اعملي لايك لصفحه الفيسبوك وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب ولايك للفيديو ده كمان، ويلا بينا نبتدي. يمكن في 4 انواع من البرفيومز اللي انا بحب استخدمهم. يعني في واحد انا بحب استخدمه في الشتاء، وواحد تاني بحب استخدمه في الصيف بس، وواحد تاني بحب استخدمه لما باجي بسافر علشان لما اجي اشمه تاني افتكر الايام الحلوه اللي انا قضيتها والاماكن اللي زرتها لما جيت سافرت وكده. بلس انه في نوع من البرفيومز على طول بستخدمه عشان انا بحبه جدا جدا جدا، على طول بستخدمه لانه انا بحس ان هو انا جدا شخصيتي جدا بحب لما احطه على ايدي اشم ايدي كل شويه، رغم ان انا حافظه ريحته بس بحب اشم ايدي كتير بعديه. اللي هو بلاك اكسس من باكو رابان. حتى لما باجي مثلا اوشه النهارده تاني يوم بلاقيه نفس الريحه موجوده، درجه ثباته عاليه جدا ما بيتغيرش. فيمكن ده من اكتر البرفيومز اللي انا بحبها جدا، غير كمان درجه ثباته ان هو موجود عادي في مصر، بيتباع في اي حته. وجوه مزايا، مش من النوع اللي هو لو خلص افضل اوصي صاحبتي تجيبولي من بره واستنى والجو ده، لا على طول اي وقت بيخلص بنزل اي محل وبشتريه. انا حتى يمكن من كنت ما انا بحبه انا جايبه منه التو لاينز، يعني جايبه منه الاودو بارفان والاودو تواليه، بس يمكن ده اكتر بستخدمه اكتر حاجه، فده اللي انا هستخدمه لكم في الفيديو. اول حاجه انك تخليها اطول فتره ممكنه، سواء للناس اللي بتحب تحط برفيوم في البيت او الناس اللي بتحب تحط برفيوم لما تخرج سواء كده او كده، ان هي تفضل موجوده بريحتها تبقى واضحه، انك انت تحطيها في الاماكن الصح المخصصه ليه. طبعا ما ينفعش يا جماعه نرش البرفيوم على الهدوم بتاعتنا، اولا هي بتبوظ الهدوم، ثانيا مش ده المكان الصح اللي تحطي فيه. اول حاجه انك تحطيها هنا وهنا، لان الجلد هنا بيبقى رفيع جدا وبيبقى قريب من الدم، بيبقى سهل ان البرفيوم تيجي في جسمك كلها. وبعد ما تحطيها بلاش تعملي كده، لان كده بيغير من ريحه البرفيوم، يا دوب بس تخليها يلمسوا بعض. تاني حاجه من الاماكن برضو الحلوه اللي تحطي فيها اللي هو ورا الودان وعلى الرقبه. البنات اللي بيرشوا برفيوم على شعرهم يا جماعه ده غلط جدا، ما ترشيش البرفيوم على شعرك، لان البرفيوم بيبقى معظمه كحول، فالكحول بيأثر جدا على الشعر بيخليه ينشف، بيبقى غلط عليه. عايزه تحطي البرفيوم على شعرك بكل بساطه بتجيبي فرشه وبترشيها عليها وبتسرحي بيه شعرك، بحيث ان الكحول بيطير في الهواء، بحيث ان ريحه البرفيوم بس هي دي اللي تبقى في الفرشه وتسرحي بيها شعرك. حاجه تانية علشان تقدري تخلي برضه البرفيوم يبقى موجود اطول فتره ممكنه، انه لازم تستخدمي كريم لبشرتك، لانه البشره الجافه بيبقى صعب ان البرفيوم يفضل فيها، لكن البشره الاويلي البرفيوم بيلزق فيها جدا وبيفضل اطول فتره ممكنه. فعشان كده بتحطي كريم الاول على جسمك وبعدين بعد كده تحطي برفيوم، هتلاقي درجه ثباته بقت اوضح وكده. نيجي بقى للجزء التاني، انه لو انت عندك برفيوم بتحبي تستخدميها بس في المناسبات، ازاي تفضل معاكي اطول فتره ممكنه. في ناس كتير بتحط برفيوم مثلا في الحمام، في الاوضه، في اي حته، مش مشكله يجي الشمس عليها. بصوا يا جماعه، الشمس والرطوبه والاضاءه بيبقى من اكتر العوامل اللي بتاثر على البرفيوم وبتغير فعلا من التركيبه بتاعته وبتغير من الريحه بتاعته. احسن حاجه عشان تعمليها هاتي اي بوكس كرتون عندك ما يبقاش شفاف وحطي فيه برفيوم واقفلي عليها وحطيها في الدولاب، بحيث ان انت تبقي ضامنه ان هي بعيده عن الاضاءه وبعيده عن الرطوبه، وفي نفس الوقت تبقى في مكان جاف، بحيث ان هي تبقى برفيوم تبقى معاكي اطول فتره ممكنه، ان شاء الله حتى سنين تبقى برضو بنفس الريحه معاكي. فيا رب اكون افدتكم في الموضوع ده واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.